الكيك شقلطته قدامي. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. بيبدأ فيلم النهاردة على مؤسسة جينيسيس، وهي بتدي أوامر لواحد اسمه فوجل بقتل واحدة اسمها أوليفيا تانيس. وظهر بعد كده واحد اسمه جيك كارتر، وكان أول يوم ليه في شركة هورثون للأمن الدولية، وعرفوا مديره هو وأصحابه على المهمة بتاعتهم إن وزارة العدل كلفتهم بحماية حمولة مهمة. وصلت طيارة ونزل منها نولان من وزارة العدل، ولما شاف كارتر سلم عليه وكان يعرفه كويس وكانوا أصحاب قبل كده. وظهرت أوليفيا تانيس وهي الحمولة اللي بيحموها. ايوه كده يا وديع، اخيرا فهمت يا وديع. تلميذ لانها معاها معلومات بوجود خونة في مؤسسة جينيسيس، ودي مؤسسة اكبر المتعاقدين الدفاعيين في امريكا، والموضوع كبير قوي، وواضح ان البنت دي متعجرفة ومحدش عاجبها. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. وشغلتهم انهم يوصلوها للمدعي العام عشان تديله الملف اللي على بريدها الالكتروني. ركبوها العربية ومشي الموكب بتاعهم، وبدأ نولان يكلم كارتر اللي سأل عن أولاده. دخلت أوليفيا في الكلام ومعرفش ليه كانت متضايقة من كارتر وعمالة تستفزه، ولما بدأ يرد عليها عرفها إنها شخصية متسلطة. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ ولما جت ترد عليه انفجرت العربية اللي قدامهم وبدأوا يرجعوا، وانفجرت العربية اللي وراهم كمان، وبدأ جنود يضربوا نار عليهم. نزلوا من العربية بسرعة وبدأوا يتبادلوا إطلاق النار معاهم. واضح إن كارتر متدرب كويس جدا. ولما شافت أوليفيا إن العصابة بتقتل فيهم وهم كتير قوي، بدأت تتحرك لوحدها ناحية الغابة. ولما انتبه كارتر جري وراها، وكمان العصابة اللي فيه ناس ليهم في الغابة. وكانت العصابة خلصت على الفريق، طلعوا 2 على أوليفيا وهيمسكوها. جه كارتر وقتلهم وخد مفاتيحهم والأسلحة بتاعتهم. قال لها تعالي معايا ومشيوا. وهم في الطريق جت العصابة من وراهم وقعدت تطاردهم في الغابة، فلحقوا وركبوا عربية واتحركوا على منزل آمن. ولما وصلوا هناك كارتر أمن البيت وشغل الكاميرات كمان. وفجأة خدت سلاحه وقالت له سيبنا نمشي لأن في واحد خاين في فريقك. رفض يسيبها وحاول يقنعها إنه جندي من المارين، وإنه لو سابها هتموت في لحظة. وفي الآخر اضطرت توافق وهي شاكة فيه برضه. طمنتني. وبعد ما لم الأسلحة وهيمشوا، جت عربية وفيها نولان وصاحبه إيثان. قال لها تستخبى وطلع وخلاهم يرموا أسلحتهم. ولما أقنعوا صاحبه إنهم معاه وحكوا له عن فوجل وعصابته وإنهم مدربين كويس جدا وإن في واحد خاين فيهم، وساعتها ضرب إيثان نولان وقتله. وسأل كارتر فين البنت؟ قال له مش هنا. دخله معاه ودور عليها، ولما ما لقاهاش ساوم كارتر اللي جراه في الكلام عشان يكسب وقت. وسمعتهم أوليفيا وطلعت من الباب اللي عمل صوت، وابتدى كارتر يضرب في إيثان، وكانت معجنة وقعدوا يضربوا في بعض لحد ما جت العصابة. ولما شافهم كارتر ضرب إيثان برجله وجري منهم. ولقى أوليفيا مستخبية، مسك منها المسدس وقتل 2 3 كده وجري وركبوا لانش، والعصابة بتحاول تقتلهم. ولما بعدوا عنهم فوجل قال لإيثان ما قتلتوش ليه؟ قال له ما كانش متأكد من مكان البنت. وقال له إيثان لو قتلت أوليفيا في الكمين ما كانش ده بقى حالنا يا معلم. ولما نزلوا من اللانش مشيوا، وفجأة ضربته في راسه بطوبة وفقد الوعي. وهي ركبت عربية وراحت على القسم، وفاق كارتر وراح سرق عربية وراح وراها. دخلت أوليفيا للمفتش وحكت له على اللي حصل وإن في ناس عايزين يقتلوها، ما صدقهاش طبعا. ولما وصل كارتر سأل الشرطي عنها، فخد بطاقته يسأل عنه وقال له استنى هنا ياض. والشرطية بلغت المفتش ان واحد بيسأل عليها. طلع له وخلى الشرطية معاها، ولما كلمه قال له اتصل بوزارة العدل عشان تتأكد. اتصل فعلا المفتش ورد عليه إيثان ايه الحلاوة دي، ده مراقب كل حاجة. وصدقوا المفتش طبعا وكلبش كارتر ودخله عند أوليفيا اللي اتكلبشت هي كمان، وكانت فاكرة ان كارتر هو اللي بلغ عنها. وانا لو مكانه المفروض كنت سبت البت دي، لانه انقذ حياتها كذا مرة وهي برضه حمارة. اضطر المفتش يستنى إيثان عشان يجي ياخدهم. ولما وصل سأل الشرطة عن المدير وقال له ان هو مستنيه. دخل فوجل ورجالته وخلصوا على الشرطة وبدأوا يقتلوهم. ولما دخلوا على الأوضة اللي فيها كارتر وأوليفيا موتوا شرطي، والشرطية قتلت واحد منهم. وحرر نفسه كارتر وفك أوليفيا ومسك مسدس وبدأ شغله. والعصابة كانت بتقتل في كل اللي في القسم بدون مقاومة. وراح طلع أوليفيا وقال لها روحي لوزارة العدل، وسابها ودخل ينضم للمعركة. وهي بتقول له لا، سابها ومشي. ولما وصل كارتر اتقلب
قلبت دفة المعركة وهاجم هجوم عنيف وقتل 2 بسهولة، وقال للمفتش خد المجرمين واطلع واطلب الدعم. ولما سمع فوجل الكلام ده خلى فريقه يقتلوا المفتش ورجالته وهم خارجين من الباب الخلفي، وعرفوا ان ده كارتر وبدأ يكلمه فوجل ويعرض عليه فلوس، ولما رفض ضرب عليه صاروخ اللي دمر الحيطة وجري كارتر بره وقتل 2 منهم وخد أسلحتهم. وظهرت أوليفيا بعربية وركب فوقها وبدأت مطاردة بالعربيات وكانت طويلة شوية، واتصاب كارتر رصاصة في كتفه وقتل سواق ليهم عند نفق، فوقفوا وكمل كارتر لحد الغابة والعربية بتاعته تعطلت. ولما وصل فوجل ورجالته كانوا عاوزين يكملوا ويدخلوا الغابة وراهم، فوقفوا إيثان وقال له نهجم عند شروق الشمس ونطلب دعم لأن عددنا قل. وافقوا فوجل وبدأوا ينتظروا، وبدأ كارتر ينظف جرحه وساعدته أوليفيا، وكانت زعلانة قوي على الناس اللي ماتت في اسم الشرطة وقالت له إن المفروض كنت أثق فيك. وساعتها خدت قلم وكتبت على إيده الإيميل بتاعها كلمة السر عشان لو ماتت يعني. وكانت أول مرة تثق في حد. بعد ايه يا شيخه ده انت تعبت الراجل معاكي؟ طمنها وقال لها انا هحميك يا بت يا اوليفيا ما تخافيش. وبدا فوجل يتحرك وقتل 2 من رجالته بقناصه وحاول يكمل بس هم اتفرقوا وبداوا يجروا وراه، وساعدته اوليفيا كمان وبقوا فريق محترم مع بعض، وبدا يقتل فيهم كارتر واحد واحد. ولما عرفوا طريقه بدات اوليفيا تضرب نار عليهم، وقعد كارتر يكمل عليهم ويسحبهم ناحيه الافخاخ ويموت فيهم. ولما فكر ايثان شويه قال لفوجل انه بيستدرجنا، قال له فوجل سوق انت يا عم الحاج. وفعلا عملوا خطة واستخبوا، وظهر كارتر ومسكته واحدة منهم وخلته يرمي أسلحته وبلغت إنها لقيته. ولما خبطته بالسلاح في ظهره لف ومسكه منها وقتل واحد صاحبها، وطلعت سكينة وجرحته في إيده وقعدوا يضربوا في بعض. ولما جه واحد تاني يضرب عليه نار مسكها قدامه وعمل بيها ساتر وماتت البنت، ومسك الراجل ده وقتله كمان. وظهر إيثان ومعاه أوليفيا وطلب منه يرمي سلاحه وهو خايف، وأوليفيا بعدت السلاح عنها وجريت وبدأوا يعجنوا في بعض. بس إيثان كان جامد شوية، وكمان كان كارتر تعب لوحده وقوته ضعفت وكان هيتغلب عليه إيثان. فجأة أوليفيا اديته طلقة في دماغه، وكان آخر واحد فوجل ظهر وضرب طلقة في كارتر اللي وقع فورا، وخد أوليفيا ومشي بيها وحاول ياخد منها الملف عشان يساوم بيه شركة جينيسيس، وده سبب انه ما قتلهاش لحد دلوقتي. وفجأة جت شبكة في التليفون وبعتت كل حاجة لوكالات الأنباء والصحافة. اتضايق جدا فوجل وقعد يضرب فيها، ولسه هيقتلها جاله كارتر من وراه وبرضه قعد فوجل يضرب فيه لحد ما عدمه العافية. وفاق كارتر شوية وقعد يدب فيه وتمكن منه وراح كسر رقبته كمان. وفاقت أوليفيا وسندته، وبدأت وكالات الأنباء في وقتها تذيع الأخبار وقبضوا على الخونة كلهم في شركة جينيسيس. وصلت أوليفيا وجابت بدلة هدية لكارتر وبقوا صحاب كمان. فعلا يا أخي لا محبة إلا بعد عداوة. انتهى فيلم النهاردة يا شباب، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالقصة. لو عجبك الفيديو تبقى حبيبي اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك وشير الفيديو، ولو تقدر تعمل حاجة تانية اعملها. معاكم ممدوح من توم نافل.